السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي والملوخية، سوري، محشي وملوخية وفراخ. وهنا كان عندي شوية محشي كرنب، كانوا في التلاجة، يعني كانوا مش مستويين فسويتهم. مش هيظهروا طبعا في الفيديو لانه كانوا مرة تانية، ما كانوش في المرة ديت. تمام. بس يا ريت يا بنات تحطوا لايك للفيديو انا وتدعموني، واي حد عنده فكرة جديدة يا ريت برضو يعرفني وان شاء الله هعملها. يلا بينا نشوف الخطوات. هنا معايا بصلتين كبار مبشورين، يعني المحشي بيحب البصل كتير. ومعايا خضرة ومعايا طماطم، ومعايا التتبيلة بتاعتي ملح ونعناع وكمون وفلفل وبابريكا ومرقة. ومعايا شوية فلفل متقطعين كده حلوين برضه هحطهم للمحشي وليا. هنا حطيت البصلة على النار في شوية سمنة. بصلة المحشي مش هسويها، يعني انا مش عايزاها تستوي، انا بس بصلة المحشي هتدبل شوية وهحط عليها الطماطم وهحط عليها بقية الحاجة. يعني في ناس بتعملها المحشي بتعمله ني في ني كله، يعني بتحط البصل ني والطماطم والحاجة دي كلها. هي برضو بتكون كويسة، مش وحشة، لا بتكون كويسة، بس انا بحب ان انا اشوح البصل كده شوية. وحطيت يعني اللية دي ان انت تحطيها في المحشي بتخلي المحشي طعمه في حتة تانية او في حتة تالتة. بتخلي المحشي طعمه جميل جدا بجد، يعني صدقوني. حطيت حتة ليا ضاني كده وهسيبها معاهم كده لحد ما تسيح هي بقى مع نفسها. كده تمام. انا بقلب بس كده بالراحة. حطوا لايك يا بنات للفيديو واشتركوا في القناة وتعليق زي العسل كده زيكم، وقولوا لي انتي من انهي بلد. هنا حطيت شوية فلفل. انتي انا مثلا انا دلوقتي حطيت فلفل رومي على فلفل حامي. عايزه تحطي فلفل رومي بس حطي، عايزه تحطي فلفل حامي برضو بس حطي، زي ما انتي حابه حطي. كده تمام. هديهم برضو تقليبه كده بسيطه مع بعض. انا كده حطيت البصل وحطيت اللية وحطيت شويه فلفل هيتشوحوا كلهم مع بعض. هنا كده تمام، كانت اتشوحت خلاص مع بعض، كله اتشوح مع بعض، بقيت كويسه جدا. تمام. يعني انا قلبت فيهم شويه، بس انا بصوا البصله ما احمرتش، يعني انا مش عايزه البصله تحمر ولا اي حاجه. هنا بقى كنت هحط الطماطم. دول كانوا حوالي يمكن كيلو طماطم ولا يزيد شويه. لا هو كيلو طماطم. ايوه. كده هنا حطيت الطماطم معاكم. انا هنا حطيتها البصله ما احمرتش، انا بس سبت البصله لحد ما تدبل وحطيت الطماطم عليها. كده تمام قوي. هي بقى هتتسبك تسبيكة المحشي دي، لازم تتسبك يعني تاخد كفايتها كويس جدا. ما تشيليهاش، يعني ما تخليهاش تغلي غلوتين تلاتة وتشيليها. لا لازم تتسبك كويس كده جدا، تكون تقيلة معاك، يعني ما تكونش صيصة كده ولا كأنك لسه حطاها بقالك شوية، لا لازم تكون تقيلة. هنا هحط التوابل بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين انا حطيت ملح وكمون وفلفل وبابريكا وشوية نعناع ومكعب مرقة. كده تمام. النعناع بيشيل الحموضة، وشوية سكر صغيرين كمان نسيت اقول عليهم. النعناع والسكر يشيلوا الحموضة. بص هنا كانت اتسبكت معانا شوية، بصوا كان شكلها عامل ازاي، كانت فاتحة وجميلة ومش غامقة خالص معانا. بصوا انا هقلبها دلوقتي. بصوا تقيلة كده، مش بحطها يعني مش زي ما كنت حطاها، تقيلة كده وحلوة وحمرة معانا. انا هنا كنت عاملة تسبيكة بالزيادة، يعني انا كنت عايزة تاني، كنت عايزة هزودهم رز وكل حاجة، بس كنت عايزة شوية تاني. هنا حطيت الخضرة، شوية خضرة بس، وهي النار مولعة كده زي ما هي. هقلبهم تقليبة بسيطة وهشيلهم من على النار وهكمل بقية الحاجة بتاعتي. كده تمام. او التسبيكة اتسبكت معانا
واللي حطيت عليها الخضرة، وهبدأ احط بقية الحاجة. تكوني غاسلة الرز ومجهزاه على حسب طبعا الكمية اللي انت هتعمليها. انت لو كنت هتعملي يعني الكمية اللي انت هتعمليها انت عارفة تحطي عليها قد ايه رز. دول كانوا حوالي كيلو الا ربع رز. انا يا بنات كنت محتاجة كمية، يعني عشان محدش يقول لي ده كتير وياسمين وليه وكده. لا انا كنت محتاجة يعني كنت محتاجة ان انا اخد تسبيكة رز تاني، التسبيكة بالرز بكل حاجة كنت هشيلها، كنت عايزاها. فكنت مزودة، يعني انا هنا كده كنت مزودة. انتوا تحطوا على قد الكمية بالظبط. هنا انا كنت حطيت الخضرة، وهنا بص دي تركاية، يعني انا في يعني مش كتير اللي بيحطها بس انا من ضمن اللي بحطها. تخرطي بصلايه زي كده، بصلايه صغيره مش كبيره. تخرطي بصلايه زي كده وتحطيها مع، يعني بعد ما خلصتي كل حاجه وقربتي اهو هتحشي اهو، تحطي البصلايه بتخلي طعم المحشي مسكر. مش مسكر يعني سكر، لا بيخلي طعمها يعني حلو بصراحه، جميل جدا والله، جربوها ومش هتندموا. وحطيت شويه زيت حلوين، الزيت بيخلي الرز يلمع. حطيت شويه زيت كده حلوين. هنا كنت غسلت البتنجان وجهزته، وكنت حطيت التسبيكه اهي، الرز بتاع المحشي جاهز معايا. وهنا كنت هحشي، جبت الحله اللي انا هحشي فيها. انا بحب احشي المحشي كده واقف، يعني بحب اوقف الحله زي كده، اسندها على حيطه، اسندها على اي حاجه، واسيبها واقفه كده واحشي. هنا انا كنت بحشي، كنت طبعا ما بحشيش البتنجانيه كلها، لا انا بسيب فيها فضار كده شويه من فوق قد عقله الصابع كده. بسيب فيها فضار علشان لما يستوي المحشي معايا الرز بيرفع لفوق، فما مملاهاش على الاخر، وبعد ما املاها على الاخر الرز يطلع بره يطلع بره المحشي، يطلع بره البتنجانيه ويقع في الحله ويبهدل لي الدنيا بقى. لا فانا بخلي فيها حته من تحت كده عشان لما تستوي كده تمام. انا هنا كنت بحشي البتنجان، هحشيه بس معاكم كام واحده، وبعد كده هبدا احشي لوحدي. انتي هتحطي البتنجان، كيلو البتنجان بياخد ربع كيلو رز. يعني هتحطي كيلو البتنجان هتجيبي له نص كيلو طماطم وربع كيلو رز. ده كده الكيلو البتنجان. انما هنا انا كنت عامله بزياده يا بنات، هنا كنت عامله بزياده. هنا كده كنت حشيت البتنجان والفلفل وكله تمام. دي كانت اخر فلفلايه، فلفلايه. هنا كانت اخر واحده بحشيها برضو معاكم، برضو بسيب فيها فضار، يعني هي زيها زي البتنجان بالظبط، بسيب فيها شويه. دول كده شويه الرز اللي انا عايزاهم، هشيلهم انا عايزاهم كده تمام قوي. بصوا بوريكم اهو، بوريكم ان انا سايبه فيها حته مش ملياها على الاخر، مش ماليه الفلفل على الاخر ولا البتنجان ملياه على الاخر كده تمام. هنا كده انا كنت خلصت المحشي، كنت حشيته كله. هبدأ بقى ان انا ازوده. هجيب شوية شوربة، شايفين الشوربة معايا؟ الشوربة معايا انا كنت فاكرين الشوربة اللي انا عملتها معاكم بتاعة الفراخ المرة اللي فاتت دي، دول كانوا منها. شايفين فاتحة ازاي وجميلة، وبصوا بصوا بصوا والله جميلة، جميلة جدا كده ومش غامقة معاكي. يعني احنا كنا بنشيل الريم اللي بيطلع على طول ما نسيبهوش، لان الريمة لو سقطت هتغمق معاكي الشوربة. فانتي وتحيقيها وتدوقيها وتتاكدي ان طعمها مظبوط. هنا هزود المحشي لحد نص البتنجانيه اللي واقفه، يعني انا موقفه البتنجانه اهو قدامكم، بصوا لحد نص البتنجانيه، نص المقاس بتاعها لحد نص البتنجان وبس. هنا كنت حطيت شويه الكرنب اللي انا كنت قلت لكم عليهم، حطيتهم برضو يستووا، زودتهم شوربه وحطيت على وشهم حته سمنه. هنا كنت هعمل معاكم شويه ملوخيه صغيرين، كان عندي شويه ملوخيه كان عندي كيس ملوخيه في الفريزر، عملته. حطيت شوية شوربة، حوالي مغرفتين 3 شوربة. يعني حطي شوربة قليل في الأول، يعني ما تكتريش شوربة، لا حطي شوربة قليل، مغرفة مغرفتين على قد الكمية اللي انت هتعمليها. وحطي الملوخية وزودي، يعني زودي تدريجيا، بدل ما تزودي الشوربة كتير وتيجي تحطي الملوخية تلاقيكي ان انت عايزة ملوخية، لا خليكي عايزة شوربة، زودي الشوربة دي تدريجيا. هنا كنت حطيتها على النار، يعني انا حطيت الشوربة وحطيت الملوخية على النار.
انا كنت مقشره توم ودقاه في الهون. هحط حته توم وهي يعني انا كده لسه هشوح لها شويه توم برضو يا جماعه. بس هنا حطيت لها حته توم في الملوخيه كده، حته توم نيه. وكنت هعمل الطشه بتاعه الملوخيه. هحط لها بس شويه مرقه، شويه مرقه فينفوز لو عندك، فوريه المتواجد عندك يعني مش شرط. حطيت شويه مرقه بس انا كنت زادوا بس شويه فشلت منهم حته كده. تمام. انا التحقيق بتاع الشوربه كان كده مظبوط، يعني ان انا كده كنت دقت الملوخيه فكانت كده مظبوطه قوي. كده تمام. انا هسيب الملوخيه لحد ما تغلي، يعني مش تغلي كتير، لا، تاخد غلوه واحده بس كده. وهطفي عليها. يعني في وقت ما هطفي عليها بكون بجهز لها اهو الطشه بتاعتها، طشه الملوخيه بتاعتها. حطيت معلقتين سمنه كبار، انا بحب السمنه تكون زايده شويه في الملوخيه. حطيت معلقتين سمنه. وحطيت التوم، شويه التوم اللي عندي. وحطيت كزبره ناشفه. هنا حطيت اهو السمنه والثوم وكزبره ناشفه. الكزبره الناشفه طبعا انتوا اكيد عارفين ان هي بتكون طعمها جميل جدا في الملوخيه وفي الباميه وفي المحشي في كل حاجه بصراحه. هنا كده كنت انا خلاص زودت طشيت على الملوخيه. بقيت جميله معانا وكوي، يعني مش خفيفه ولا تقيله، سمكها بقى مظبوط معانا كويس جدا. بص، دي كده يعني ولا هي خفيفه ولا هي تقيله، بقيت كويسه معانا. كده اكون انا خلصت الملوخيه. وطبعا انا كنت حاطه المحشي على البوتاجاز. كده المحشي استوى معانا. كده المحشي استوى ده معانا، وبرده المحشي التاني خلاص استوى. وكل حاجتي جهزت في وقت واحد، يعني انتي تحطي الحاجه كلها تجهز في وقت واحد. هنا اكون انا كده خلصت الفيديو. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، ده ضروري تقولوا لي، يعني مش لازم، لا ضروري تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوني، يعني تدعموني كده. عايزه اشوفكم، ولو حد عنده يا جماعه اي اقتراح، اي حاجه عايز يفيدني بيها برضو انا تحت امره. حد عايز يقول لي مثلا اعملي كذا يا ياسمين، لا ما تعمليش كذا، احنا كلنا يا جماعه بنتعلم من بعض. ربنا ما خلقش حد كامل متكامل من كل حاجة، كلنا بنتعلم من بعض، انا اتعلم منك وانت تتعلمي مني. يلا، مع السلامة، اشوفكم على خير، باي باي.